السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيك ديزاين حلوة العيد الميلاد ديال البنيتات. فهي سهلة، خاصكم غير تتبعوا معايا المراحل والمقادير وان شاء الله غادي تصدق معكم. دابا غندوزو لاباط جينواز. المقادير ديالها كتكون 4 البيضات، 200 غرام ديال السكر سنيده، ما يعادل كأس سنيده، و200 غرام ديال الدقيق ما يعادل 2 كيسان مملوئين ديال الدقيق، واحد ساشي ديال الخميره الكيميائيه، وواحد ساشي ديال السكر فاني، وبطبيعه الحال قبيصه الملح. ودابا غندوزو لطريقه التحضير. كيف ما كتشوفوا معايا درنا هنا 4 البيضات في الطراب الكهربائي، وضفنا لهم الكاس ديال السنيده وداك الخنيشه ديال السكر فاني، وغنطربوهم مزيان لمده تقريبا 10 ديال الدقائق حتى يتغير لنا اللون ديالهم ويتضاعف الحجم ديالهم. كيف ما شفتوا معايا الخليط كيولي لنا على هذا الشكل. من بعد كنوليو نضيفوا الدقيق على 3 دفعات تقريبا، وكنبداو نخلطوا هنايا غير بشويه من الاسفل للاعلى باش كتجينا الكيك مهويه من الداخل، كتجيناش مقصه. كيف ما شفتوا معايا هذا هو الخليط اللي كنحصلوا عليه. كناخذوا المول ديالنا اللي غندخلوا للفران، القطر ديالو 18 سنتيم، كندهنوه بالزبده مزيان وكنغلفوا ليه القطر ديالو بالبابيي كويسون، وكنوضعوا فيه العجين. في هذا الاثناء كنكونوا ديجا سخنا الفران على درجه حراره 180، وكنوضعوه الكيك ديالنا يطيب لمده 45 دقيقه. هذا هو الكيك بعد ما خرجناه من الفران، كيكون على هذا الشكل. كنخليوه يبرد لينا في الثلاجه او خارج الثلاجه، المهم تيبرد مزيان باش نقدروا نقطعوه. ودابا ان شاء الله غندوزو نوجدوا الكريمه للحشو. عندنا 250 مليلتر ديال لا كريم فريش مع معلقه كبيره ديال البخاليني. كنديروا لا كريم فريش في الطراب الكهربائي تطلع لينا مزيان، نخدموها مزيان تطلع، ومن بعد عاد كنضيفوا معلقه ديال البخاليني. كنوضعوها جانبا في الثلاجه تبرد حتى نحتاجو لها. ودابا ان شاء الله غندوزو نصوبو لا غاناش. عندنا 400 غرام ديال الشوكولا غيش نواغ اي سوداء، و 300 مليلتر ديال لا كريم فريش،
ومعلقه كبيره ديال الزبده. اول حاجه كنوضعوا لا كريم فريش فوق البوطه تتسخن لينا مزيان. ملي كنحسوا بها سخنات كنضيفوا عليها كنضيفوا ليها الشوكولا ونحركوا حتى يذوب، ونضيفوا لهم المعلقه كبيره ديال الزبده. من بعد ما بردات لينا الكيك ديالنا قسمناها على 3 ديال الاجزاء، وغنبداو ان شاء الله دابا نمونطيو فيها. اول حاجه كنوجدوا السقوه ديالنا. انا درت الليمون هنايا، تقدروا نتوما ديروا اي سقوه بغيتو. غنسقيو الطبقه الاولى، ونوضعوا داك لو سيركل باش يقدر يجمع لينا الكريمه ما تخرج ليناش من الجناب. وكنديروا طبقه رقيقه ديال لاكاناش اللي صوبنا. كنوضعوا واحد الطبقه ديال الكريمه، درت انا واحد الطبقه مقرمشه بغاتها بنتي، يعني تقدروا نتوما ديروا اي حاجه. انا درت هنا سمارتيز واوريو وكيت كات، هرمشتهم شويه ودرتهم. كنوضعوهم فوق الكريمه. ونفس الشيء نديروا للطبقه الثانيه. كناخذوا لاكاناش وكنديروه في الثلاجه وكيخرج لنا على هذا الشكل باش نقدروا نغلفوا به الكيك.
بالنسبه للتغليف ديال الكيك بلا غاناش كنديروا جوج طبقات باش كيجينا شويه الكيك واقف وشاد في راسو، باش ملي كنبغيو نغلفوه بالعجينه الشوكولا ما تيخرجش لينا لا كريم من الجناب، يعني تيبقى شاد في راسو مزيان. هذه اول طبقه اللي كنديرو دابا. ديما كنوضعوا الشوكولا من الاسفل للاعلى. من بعد ما كنكملوا بالتغليف بلا غاناش كندخلوه للثلاجه يبرد لينا. دابا ان شاء الله غندوزو نشكلوا العجينه ديال الشكلاط اللي غادي نغلفوا بها الكيك ديالنا. ملي كنطلقوا العجينه كنحاولوا نلبسوها الكيك غير بشويه باش ما تقطعش لينا. من بعد كنقطعوا داك الفائض اللي كيبقى لنا في الجناب وكنضغطوا عليها من الجوانب ومن الفوق باش كتلصق لينا مزيان على الكيك. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديزاين ديالنا. نتمنى ما نكونش طولت عليكم، وهذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.